العاطل ده فرد من افراد مصر، ما هوش سبه، ده على راسي من فوق، ممكن يكون هو احسن مني. انا واحد من الناس، انا بكلمك انا عاطل عشان تبقى عارف، عاطل من شهر 2. فيعني ما تفتكرش ان العواطليه دول ناس ماشيين كده وراك هتقول لهم يمين يمين شمال شمال. احنا لينا دماغ وبنفكر وعارفين ايه كويس قوي، اللي نحس كده بفطرتنا. مش هقول لك بقى بعقلنا ولا بثقافتنا ولا بفطرتنا، بفطره البني ادم، ايه اللي فيه الخير وايه اللي فيه الشر. المجلس العسكري يعلن الطوارئ والشعب ايضا يعلن الطوارئ. انا يعني عايز اعرف برضو انهي شهر عقاري هو اللي عمل لك التوكيل عشان اروح اقدم فيه واتكلم باسم الشعب زيك. وبعدين بيكمل بيقول نحن لا نملك دبابات ولا اسلحه ولا مدرعات ولا قنابل مسيله للدموع، واحذر اي كمين موجود للشعب المصري في اي مكان سيكون هدف لنا. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. انت دلوقتي الكمين اللي الشعب مستنيها عشان يحس بالامان، اللي كل شويه بتقول البلد ما فيهاش امان والناس مستنيه وهي ماشيه تشوف دوريه شرطه، تشوف كمين، تطمن وهي ماشيه على الطريق، بدل ما كل يوم الجرايد مليانه هجوم على كذا، قطع طريق في كذا. انت بقى عايز تقول للشرطه والجيش لو عملتوا كمين هنطلع نهجم عليكم؟ ده انهي منطق ده وانهي عقل؟ انت بتفكر ازاي؟ طب انهي مين بني ادم في مصر هيأيدك؟ يعني انا عايز اعرف، الا اذا كنت انت اصلا المجموعات اللي بتكلمها صاحبه المصلحه اللي هي مين؟ البلطجيه. ما هو البلطجي هو اللي عايز يهجم على الكمين. ما تقوليش ان واحد بني ادم طبيعي، رجل اعمال، تلميذ، جن ازرق، ايا كان كينونته، ماشي في طريق في امانه الله هيلاقي كمين شرطه وهيروح مطلع طبنجه ولا بليه ولا وحادف عليه زي ما انت بتقول. يعني نتكلم كلام نوزنه، ما نتكلمش كلام كده في الهواء. هو بقى الباشا بيقول لك احنا ما عندناش اسلحه ولا مدرعات، فبيتكلم بيقول ايه؟ سنتسلح بالنبال والبلي الحديد والبخاخات. شوفوا البساطه، الجمله دي ركزوا فيها لان دي فيها خبث شديد جدا. البساطه اللي هو بيتكلم عليها والبلي والنبله والى اخره، ده معناها ان هو بيشحذ وبيجمع اي فرد مهما كان بساطته، مهما كان سنه، مهما كان عقليته، مهما كان اي واحد ماشي يلاقي صفيحه، يلاقي خشبه، اي حاجه، انا بخدم الثوره، ويروح طالع عشان يضرب بقى في كمين، يضرب في ناس واقفه، الله اعلم. بس شوفوا انتوا الخبث اللي في الدعوه، عايز يحسسك ان مهما كانت امكانياتك ما تستقلش بيها، ده انت قادر تخدم الثوره. اخدم الثوره ازاي؟ اروح اضرب في الكمان بتاعت الجيش والشرطه بالتسليح البسيط اللي هو بيقول عليه. الناس فاكراها رساله كده سهله، لا ده هي شيء مبطن وفيها خبث شديد جدا ينم عن عقليه يعني اجراميه. لكن كما هزم الفلسطينيين مدرعات الإسرائيليين بحجارة صغيرة سنهزمهم بتركيزنا. هو دلوقتي الشعب المصري بقى فلسطين والجيش والشرطة بقت إسرائيل؟ يعني ما هو ده اللي مكتوب، أنا مش جايبه من عندي. كما هزم الفلسطينيين مدرعات الإسرائيليين. يا جماعة عمر عفيفي بيقول الجيش المصري هو إسرائيل. أنا مش هرد عليك في النقطة دي لأن يعني ما تستاهلش إن أنا أرد عليها الصراحة. مفيش طوارئ، مفيش أكمنة، مفيش إهانة، مفيش ضرب، مفيش حبس، نبقى حبايب. غير كده أنتوا اللي جنيتوا على نفسكم والجاري على الشر ندمان. مفيش طوارئ، لا في طوارئ يا عمر. الجيش قال بمنتهى الوضوح في كل الوسائل الإعلامية إن الطوارئ دي مش هتطبق على الناس أصحاب الرأي. قال ان هو هيطبقها على البلطجي اللي بيروع الامينين، قال ان هو هيطبقها على الناس اللي بتهاجم المنشآت الحيويه، قال ان هو هيطبقها على الناس اللي بتهاجم المنشآت الشرطيه والجيش والحكوميه. دي نوعيه الناس اللي هيطبق عليها قانون الطوارئ. انت ايه اللي مضايقك في كده؟ انا عايز اعرف النهارده لما واحد يطلع في منطقه نائيه بلطجي ويغتصب واحده، انت عايز يتعمل معاه ايه؟ نسقف له ولا نعمل له محاكمه علنيه ونحاول نوجد له المبررات ان هو اغتصب واحده، ولا واحد طلع على اسره ضرب عليهم نار على الطريق، ولا ناس من حبايبك اللي هم راحوا يحدفوا مولوتوف على وزاره الداخليه ويتبولوا؟ ان انا اعترض او ان انا ابين اعتراضي ان انا اروح اتبول على وزاره الداخليه؟ طب يعني ايه الاحترام اللي باقي؟ يعني هتقولي دي ناس مندسه وناس مدفوع لها، طب ما الناس دي ما انت اللي مسخنهم، ما انت اللي بتقول لهم شيلوا حديد وشيلوا بلي وشيلوا خشب وشيلوا واعملوا، يبقى مين اللي مسخنهم؟ ما هو زيك وامثالك. مفيش اكمنه؟ لا في اكمنه، في اكمنه عشان احنا نعيش في امان، عشان نروح اعمالنا واشغالنا ونشتغل عشان البلد دي تقف على رجلها. احنا عايزين الاكمنه. طالما بخش الكمين محترم، معايا بطاقتي، معايا رخصه عربيتي لو معايا عربيه،
محدش له عندي حاجه، الناس هتقول لي اتفضل. وده اللي كان بيحصل فعليا ايام الثوره. انا كنت ببقى رايح مشوار من اي مكان لمكان بقابل 6 7 اكمنه، ما شفتش كمين جيش ولا شرطه تتطاول عليا. يا عم كانوا بيتطاولوا زمان، يا عم خلاص احنا عملنا ثوره. مفيش اهانه، مفيش اهانه طبيعي، احنا الجيش والشرطه والشعب مش ماشيين نشتم في بعض ونقل ادبنا على بعض يعني. المهم يعني بص الكلام كده كله ببساطه شديده انا حللت من وجهه نظري وعلى قدر تفكيري كلامك انت. انا ما جبتش كلام من عندي، انا لو عندي هقول قد اللي انت بتقوله ده 10000 مره، لكن انا بحلل كلامك وبوري الناس السم اللي انت بتقدمه لهم في العسل. ولو عايزني اكلمك بالبلدي هقول لك يا عمر يا عفيفي معلش يعني انت قاعد بتشلتت. اللي انت قاعد بتعمله ده انت قاعد بتشلتت وشويه حشو كده، بس بدل ما انت بتحط للناس بقى جبنه وفلفل وطماطم في النص قاعد بتحط لهم في سم هاري يهري بدنهم. مصر اللي انت بتتكلم عليها دي امي وام الناس دي كلها. امنا اللي هي تعبانه ومتدمره ومتعوره وعريانه، بدل ما نداويها ونشتغل ونتكتف، بدل ما تقولوا انبذوا خلافاتكم وبدل ما تقولوا حطوا ايديكم في ايدين بعض، لا بتدعونا نروح نغتصب امهاتنا. انا اسف جدا. لا انا ولا اي عاقل في مصر ولا اي عامل في مصر ولا اي انسان مهما كان ريفي مهما كان بسيط صعيدي فلاح متمدن متحضر، اي واحد فيك يا مصر هتقول له روح اغتصب امك هيغتصبك انت وانت واقف. احنا 84 مليون يا عفيفي. الجيش المصري 84 مليون اللي انت بتتكلم عليه بتقول انا 10000 واحد، انا بقول لك اهو 84 مليون هيوقفوا لك. بدعوكم كلكم، انا بحاول بتعاون ان انتوا تخشوا تشيروا الفيديو ده على قد ما تقدروا. انا نشر في صفحات كتير، لكن الصفحه الاساسيه اللي بحاول انشره من خلالها وبشكرهم عليها صفحه VTV على الفيسبوك. خشوا هتلاقوا الفيديو ده موجود ومحطوط لينك، انشروها على قد ما تقدروا عشان صوتنا مش صوتي. انا يعني بستاذنكم ان اللي مقتنع بكلامي يقول ان ده صوتنا مش صوتي لوحدي، انا ما مش واخد توكيل ان انا اتكلم باسم حد. وهتلاقوا لينك صفحه VTV في الشرح اللي تحت الفيديو ده، هتدوسوا على اللينك هتفتح لكم الصفحه وتخشوا وتقدروا تتعاملوا. اشتركوا في الصفحه وشوفوا الناس دي برضه بتتكلم كلام عقلاني ومحترم جدا. شوفوا الناس دي برضه وشيروا الفيديوهات اللي عندهم وساعدونا ان احنا نعمل حاجه. زي ما هو راجل شغال ومعاه قبيله وجيش، لا احنا بقى مننا لنفسنا كده مع بعضنا كل واحد، اللي هي الناس اللي بتقول عليكم حزب الكنبه وما بتعملوش حاجه، على الاقل دعمونا بمجهودكم. اللي مقتنع اللي مش مقتنع، انا ما اساتش لحد وما تجاوزتش في حق حد. اللي عايز يرد عليا بالعقل وبالمنطق اهلا وسهلا، وهحاول بقدر الامكان ان انا ارد على الحاجه اللي ممكن يترد عليها. وبكرر لكم هتلاقوا لينك صفحه VTV اللي عليها الفيديو تحت في الشرح بتاع الفيديو ده.